ومفيش مقارنه. فهو بطولاته مع الاهلي وتاريخه مع الاهلي حاجه، وبعد ما مشي من الاهلي تاريخه حاجه تانية. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي طبعا. عايزك تحط لي تشكيله النادي الاهلي اللي نقارن بيها مع تشكيله النادي الزمالك. طبعا انا بالنسبه لي يكون مصطفى شوبير في حراسه المرمى. جميل. تمام. 2 مساكين، اشرف داري، ياسر ابراهيم. جميل. باك يمين تمام عمر كمال. باك شمال محمد شكري. نص الملعب ديانج بن رمضان امام عاشور. جناحين تريزيجيه زيزو. تمام. وهنلعب ان شاء الله فيرود هيكون محمد شريف، لان جريديشار مش موفق مع الاهلي في الفتره دي خالص. دي التشكيله اللي انت نفسك الاهلي يلعب بيها؟ طبعا بالنسبه لي. محمد عواد ولا شوبير؟ شوبير عنده فينت عالي، ويعني عنده رد فعل مش موجود عند اي حارس مرمى في مصر، حتى مش موجود على الشناوي اللي هو الكابتن بتاعه في النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد ولا عمر جابر؟ بالنسبه لان تقارن عمر كمال بعمر جابر، عمر جابر اعلى. عمر جابر كخبرات وكامكانيات في الملعب كباك يمين لا يتفوق على عمر كمال. فانت اختيارك عمر جابر؟ عمر جابر. الونش ولا اشرف داري؟ الونش قبل الاصابه كان احسن مدافع، يعتبر احسن مساك في مصر كلها، لكن الفتره دي هو لسه ما رجعش لمستواه، فهنقول اشرف داري. حسام عبد المجيد ولا ياسر ابراهيم؟ بالنسبه لي انا كمستوى لاعب وكمقارنه، لا حسام عبد المجيد يتفوق على ياسر ابراهيم، لان حسام عبد المجيد ممكن يكون لسه مدافع شاب، فالفنتس بتاعه عالي، فاهم، الكور العاليه كلها بيعرف ياخدها، بيعرف ان هو يقطع، فحسام عبد المجيد يتفوق على ياسر ابراهيم. محمد شكري ولا بنتايج؟ كدفاعيا بنتايج، لكن كشغل وباك شمال طبعا ان شاء الله نستفاد منه في الاهلي الفتره اللي جايه، وكمهاره ان شاء الله يكون شكري. فانا بالنسبه ليا شكري بتاع سيراميكا اعلى من بنتايج، وفي الاهلي ان شاء الله يكون اعلى، فبالنسبه لي يكون محمد شكري. بص، هو شكري بصراحه لعيب عالي جدا ومحدش يختلف عليه، بس هي الاصابات عطلته شويه. طبعا عطلته كتير فعلا. خلينا متفقين. بس انت بالنسبه لك شكري ولا بنتايج؟ لا شكري على مستوى في سيراميكا. قبل احنا لسه ما شفناهوش، ما نحكمش عليه في الاهلي لسه، احنا بنتكلم على مستوى لاعب اتضم المنتخب مصر وهو في سيراميكا، فمعنى كده انه لاعب دولي قبل ما يجي لك. ديانج ولا محمد شحاته؟ بص، هو ما ينفعش ان انت تحط مقارنه بين ديانج واي نص ملعب في مصر كلها. على فكره ديانج ممكن تحطه من احسن 6 في افريقيا كلها، مش في الاهلي بس او في الزمالك او في الدوري المصري يعني، لان ديانج حاجه كده يعني، بص جامده جدا. فديانج طبعا بكتير. ناصر ماهر ولا بن رمضان؟ ومفيش مقارنه، يعني مفيش مقارنه بناصر ماهر وبن رمضان. يعني بن رمضان لعيب دولي اولا في منتخب تونس، تمام، وجاي محترف ولعيب صغير، تمام، تكوينه لعيبه، لعيب بمهاره، فينيش، تحويز في الكوره، فهو عنده امكانيات جامده جدا. ناصر ماهر لعيب مهاري، بس هو لعيب مزاجنجي قبل ما يكون منضبط في الملعب. فمهما كانت مهارته ومهما كانت قيمته، لا هو في الملعب شيء، وان انت تلعب بمزاجك ومزاجك رايق تعرف تدي، او مزاجك مش رايق ما تعرفش تلعب، لا. لكن بن رمضان لعيب محترف، عارف المطلوب منه بينفذه في الملعب، فاكيد بن رمضان في حته ثانيه. عبد الله السعيد ولا امام عاشور؟ لا هو بص اقول لك حاجه، هو ان انا اقارن عبد الله السعيد بتاريخه وبطولاته مع الاهلي شيء، تمام، لان عبد الله السعيد ما خدش بطولات في حياته غير مع الاهلي، وخد بطوله واحده اللي هي مع الزمالك، تمام. فهو بطولاته مع الاهلي وتاريخه مع الاهلي حاجه، وبعد ما مشي من الاهلي تاريخه حاجه ثانيه، تمام. احنا بنتكلم على امكانيات عبد الله السعيد في ايام الاهلي شيء، ودلوقتي شيء تاني. انت بتقارن لعيب هداف دوري، اعلى نسبه اسيست، بلعيب يعتبر ما جابش 3 4 تجوان في الدوري طول الموسم، 6 بقى 8، انت لعيب كبير تعرف توزع مجهودك، فالمفروض انتاجك في الملعب يبقى اعلى من كده. لا مفيش مقارنه بين عبد الله السعيد وامام عاشور، لان امام عاشور يكتسح تماما في مكانه، لان امام عاشور اي مكان انت بتحطه فيه بيدي، حطته 6 بيدي وينج بيدي، فاهم، اي مكان امام بيلعب فيه فهو بيجيد فيه. فهي المقارنه هنا لا هتدي مثلا 1 ل 10 مثلا، ده بالنسبه لي. ادم كايد ولا تريزيجيه؟ انت بتتكلم على لاعب جايبين السي في بتاعه تقريبا طول الموسم ما عملش غير اسيست وما جابش جوان. تريزيجيه الفتره الاخيره يعتبر شايل منتخب مصر، موصلك كاس عالم، ويعتبر هو يعني تريزيجيه مش واخد حقه اولا في الاعلام او واخد حقه في الشو زي محمد صلاح مثلا. هو تريزيجيه يتعب وصلاح ياخد اللقطه، فاهم. فطبعا تريزيجيه ده ما ينفعش انك تقارنه بلاعب لسه حتى ما شفناهوش يعني، او ما حدش ما يعرفوش او ما يعرفش اسمه اساسا يعني. فتريزيجيه طبعا يعني بعيد جدا في المقارنه يعني. احمد الجفالي ولا زيزو؟ هو احمد الجفالي ما لعبش تقريبا غير ماتشين الموسم اللي فات كله وانصاب، فما ينفعش تجيب لاعب الزمالك كان بيعتبره بالنسبه ليه تاريخ، وهو ده رقم 1 وهو اعلى لاعب تسجيل الاهداف عندهم وهو ده التاريخ بالنسبه ليهم، وتيجي تقارنه بلاعب ما لعبش 80 دقيقه او ما كملش 90 دقيقه. اكيد زيزو طبعا يكتسح يعني. محمد شريف ولا ناصر منسي؟
هو تاريخ محمد شريف طبعا يعني ما ينفعش يتقارن بناصر منسي. ناصر منسي هو لعيب مجتهد وكل حاجه وفيرود وبيجتهد على قد الظروف اللي هو فيها في نادي الزمالك طبعا. لكن هو ناصر منسي لو في فيرود في الزمالك ناصر منسي مش هيلعب يعني، تمام. لكن اكيد تاريخ محمد شريف وخبره محمد شريف تكتسح يعني. بص انا ما اختلفش معاك على خبره محمد شريف، بس ناصر المنسي بصراحه لما بينزل الولد بيأدي، فاهمني؟ معاك. ممكن بقى ربنا مكرمه او مبارك له كده عشان الولد تحسه مجتهد، طيب، هو مجتهد، هو مجتهد أنت في الملعب، فاهمني؟ انا معاك. لكن برضه هقول لك المقارنه دي برضه حاجه ترجع لك ما بين الاثنين، انت تفكر تختار مين. انا معاك. تاريخه ايه؟ الولد مجتهد، تاريخه ايه؟ ما هو مجتهد، هو ده ماشي، التاريخ. ما هو اجتهادي، ما انا مجتهد وانت مجتهد. تاريخك ايه؟ طيب. انا لما باجي اقومك دلوقتي كمثلا واحد عبده مثلا، انا بقوم عبده في الملعب بايه؟ باجتهادك وجريك في الملعب ولا بتسجيلك للاهداف والبطولات اللي انت بتاخدها؟ بارقامك، بس هو ده اللي بيفرق لاعب عن لاعب. فعلا. انت لما بتيجي تقومه احسن لاعب في العالم بيختاروا ليه؟ ارقام. بس كده. فانت ما تجيش تقول لي يعني واحد ده ربنا موفقه له ان هو مجتهد وكل حاجه. انا بقول لك لو في فيرود في الزمالك شايل رجليه ولا فيرود قوي وواقف على رجله مش هيشوف الملعب، مش هيشوف الملعب. انت تحب تقول اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه؟ اه طبعا احب ان شاء الله تعالى اقول لجمهور الاهلي السنه دي ان الاهلي ان شاء الله السكواد ده واللعيبه اللي موجوده دي ان شاء الله تعالى هتفرح كل جمهور الاهلي، تمام. ونصبر على المدرب لان المدرب ده عنده كوره ومدرب بيحب يبني الهجمه وما بيحبش نظام التشتيت. فنطلب من الناس الصبر عليه لان هو الراجل عايز يعمل فرقه، وباين جدا من الماتشات الوديه بتاعته ان الراجل فاهم هو بيعمل ايه وبدا يطبق فكره واسلوب لعبه على اللعيبه، واللعيبه بدات تنفذ ده. واللي اتفرج على الماتشات الوديه يعرف قد ايه ان المدرب ده بصمته بدات تظهر. ان انت دلوقتي في كل الماتشات حتى في كاس العالم للانديه او الماتشات الوديه شوف انت سجلت كام هدف، يعني بمعنى كده ان الراجل عمل لك سكواد هجومي قوي جدا. فمن الفعل ان احنا لازم نصبر والراجل ده لازم ياخد ولازم نصبر عليه لحد ما يطبق اسلوبه وطبعه وطريقه لعبه. فان شاء الله اتمنى ان شاء الله الاهلي يفوز بكل البطولات اللي احنا هنشارك فيها السنه دي ان شاء الله.